السلام عليكم كامل المتابعين والمتابعات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا الفيديو تاع نهار اليوم. القضيه تاع اليوم ما راحش نبعدوا بزاف، راح نروحوا لمصر، بالضبط لمحافظه الاسماعيليه. وفي سنه 2014 هنا كانت تعيش عائله عريقه معروفه تما في الاسماعيليه، لكن كان عندهم مشكل. كان عندهم ولدهم اللي اسمه عبد الرحمن مبلي بالمخدرات. عبد الرحمن بطبيعة الحال كان كما أغلبية الشباب اللي راهم مبلي بلا دروك دوكا، ربي يعفو عليهم، يعني يخدموا نيمبورط كوا، يقدروا يسرقوا، يقدروا يديروا كلش غير باش يشري لا دروك هذاك النهار. العائلة تاع عبد الرحمن كانوا على بالهم بولدهم باه مبلي، وعياو ما ينصحوا فيه، عياو ما يهدوا فيه، استعملوا معه كامل الطرق لكن بدون نتيجة. في الاخير كيما عياو وما قدروش يرجعوا عند الشيء اللي راهو يدير فيه، ما لقاوش منه استجابه، خموا انه يشوفوا له بنت فاميليا مراه يزوجوه بها، لعل وعسى هذيك المراه تقدر تغيره او تحصل معها معجزه. في الاخير الله اعلم. المهم لما فتحوا الموضوع مع عبد الرحمن مباشره تقبل الموضوع بصدر رحب وقال لهم وي نقبل نتزوج، وديريكت قال لهم بلي كاينه وحده في الحومه وعجبتني وكذا ومنا. شافوا طفله اسمها ياسمين. ياسمين كانت من عائله طيبه زياده عن اللزوم، ومن بعد راح تفهموا علاش. بداو يوجدوا حضروا باش يروحوا يخطبوا البنت ياسمين لعبد الرحمن. العائله تاع ياسمين وافقوا بالطبع، لانه قلنا بلي الخلفيه تاع عائله عبد الرحمن عائله عريقه هايتو. ياسمين هذاك الوقت كان عندها 24 سنه، وهما عندهم في هذه المنطقه يعني قطار الزواج راهو قريب يفوتك. سما طفله تما ماشي مهم تقرا، ماشي مهم تخدم، ماشي مهم تتكل على روحها، المهم تتزوج ولا زوجت ما تطلقش مهما كانت الظروف، يعني في تري كومبليكي. ياسمين والعائله تاعها بطبيعه الحال ما كانوش يعرفوا باللي عبد الرحمن يدروغي او مبتلى بالمخدرات. على حسب مصادر اللي قريت منهم على القصه، نظن انه ياسمين ما كانش عندها اخ، لانه لو كان جا عندها اخ اكيد راح يكون شاف عبد الرحمن وين راح شرى المخدرات، وين كان يكون صومي، لانه رجال ولاد الحومه يعرفوا بعضها مش يسواو. المهم ياسمين وعبد الرحمن تزوجوا وفوتوا اليامات الاولى ملاح كاي زوجين سعيدين. وهنا بطبيعه الحال هي مازال ما فاقتلوش باللي راهو يدروغي، مازال ما بداش تهضر على المصروف بيا تاع الدار، باسكو الراجل يبان بالمسؤوليه تاعو، والمسؤوليه صافي دير المصروف والقضيان وكذا. مع الوقت ما قدرش عبد الرحمن يقعد مخبي هاد البليه اللي راهو فيها، ولا يعمل اي شيء باش يجيب لا دروغ، ولا كي يسحق دراهم يبيع واش كاين في الدار، الدوزان تاع الدار باش يشري القدير ما يقضيش كامل، ولا يدروغي مام قدامها تما في الدار ديريكت يبدا يشرب المخدر. وزادت جابت معاها الطفل الاول والثاني، جابت معاها دراري. هي واش ولات دير؟ سكتت وصبرت وتقول نصبر لعل وعسى يتغير، لعل وعسى. وهنا بداو ينوضوا معهم المشاكل، باسكو مع الدراري الاول الثاني الثالث لا المصاريف تزيد، هادو ليكوش، هذا الحليب، هذه الطبيب. ياسمين ما قدرش تزيد تصبر، ولا تضارب معاه، علاش راك داير كيما هكذا، علاش راك مهمل ولادنا، ماكش حاب تحشم، ماكش حاب تفيق مع روحك. وهو تاني كان كيتعاطى هذوك المخدرات يولي يتخايل، يقولها راكي خدعتيني، راكي خرجتي من الدار، راكي كذا، راكي تروحي، انا ما على باليش وين راكي تروحي، وهي كاع ما راهيش تخرج وهو يتخايل بلي راهي خرجت وعملت ودارت، يولي يضربها. ابري كي تنحى التاثير تاع هذاك الغيبوبه تاع المخدرات، يجي يعتذر وسمحيلي وما كنتش في صوابي وما فقدتش. تولي هي تصبر وتسامح وتحتسب الاجر عند الله، ان الله مع الصابرين. خطرة الأم تاع ياسمين جات زارتها، لقاتها في وجهها شغل مجروحة، شغل جرح يعني هكا مريب. قالت لها واش بيك منا؟ قالت لها كنت ندير في الشغل هكا، طحت قصت وجهي في الباب، تخبشت اكسيتيرا. يماها ما امنتهاش، راح سقسات ولدها الكبير اللي اسمه ادهم. قالت له واش بها يمك؟ قالها بابا رفد لها شاغور شغل حيضربها حيقتلها، ما كيفاه. النهار تاعها مازال سترها ربي جاها جرح هكذا. الام هنايا ما قالتش نرفد بنتي ديريكت ونروح مادام الروح تاعها مازال ما طلعتش، لا لا، قالت لها نجي نهضر معاه وهكا، وبديت يعاود هاد اللقطه ما يرفدش الشاغور. كاين مواقف يصراو معنا في الحياه تكون نقطه الفصل، لازم تتخذ قرار ماشي تتناقش. المهم نكملوا الحكايه تاعنا. فات هذا الموقف كما راح يفوتوا واحد اخرين اكثر منه. وهنايا ياسمين تولي تعتمد في المصروف تاع ولادها على اهله اللي هما اهل عبد الرحمن، واهلها هي تاني ماليها هي تاني يعاونوها في المصروف، في الماكله تاع الولاد، في الطبيب. حتى انه في المصادر يقولوا باللي ياسمين عرضت عليه يروح المصحه باش يتعالج من تعاطي المخدرات،
لكن بالطبع رفض قاطع. فاتت بريود على هاد الحكاية تاع الشاقور، حتى واحد النهار الأم تاع ياسمين وباباها يكونوا مريحين حتى يدخل عليهم عبد الرحمن يعيط: بنتكم هربت من الدار، نوض الصباح ما لقيتهاش، ما على باليش وين راهي تروح، راهي تخدع فيا، راهي تعمل، راهي دير. هما اكيد انكروا انه بنتهم تعمل حاجه عيانه ولا تهرب ولا كذا، مي انها تركت البيت تاع راجلها بدون يعني اذن، استنكروا هذا الامر، قالوا لها لا لا نورمالمون بنتنا ما تديرش خفسه كيما هذه. وهما هكذاك حتى يصوني التليفون: الو ياسمين، عيط ليماها قالت لها راني عند لا فامي، ما راحتش لوالديها، بالك على بالها باللي راح يرفضوا ويقولوا لها عاودي ولي زيدي صبري نا. بالمناسبة في التليفون قالت لهم باللي راهو يدروقي، ما يصرفش عليا، الضرب، الاتهامات بالشرف، بالخداع، بكذا وهكذاك، وعاودوا رجعوها لراجلها. زاد تاني فاتت بريودة مش كبيرة بزاف، حتى واحد النهار يجي اتصال لأم ياسمين من أخ عبد الرحمن يقولها اجري روحي جيب بخونة وزربي دي بنتك طلقيها، باسكو لو كان ما جيناش حنا سلكناها راهي دوكا راهي ما كانش بنتك راه قتلها. راحوا يجروا ليها لقاوها مضروبة بطريقة يعني خطيرة جدا، والعائلة تاعو ثم قالوا لهم ادوا بنتكم اشكوا بيه، سما يعني تبراو منه، العائلة تاعو تبرات منه من افعاله، صايئسوا منه. لكن العائلة تاع ياسمين بشكل ما خلاوها، قالوا لها زيدي صبري المرة الأخيرة، إلا زادكش ما صرا خلاص ولا نهضروا معاه. ما فهمتش حتى يجي اليوم الموعود اللي هو في سنة 2024، وهي كانت ليلة العيد. ناض عبد الرحمن بكري كل هذا صباح يجري عندي يمات ياسمين: اجري بنتك راهي عملت، بنتك راهي هربت، هالخطرة راني سير، راني متأكد، راني كذا وخلاص، ما تزيدش تولي وصايي، عائلة كيما نتوما الله يقطعها، ما تزيدوش دورو بيا، نقطع كلش. زيو هما يعيطوا لها في التليفون تاعها مسكر. موراها راح البوست بوليس، هو ديكلارا باللي راهي غايبة، دار محضر غياب على مرتو، قالوا باللي هربت. قالوا لا بوليس معاه من هربت، كش ما عندك مواصفات، كش ما تعرف؟ قالوا لا ما نعرفش ما شفتش، بصح على بالي باللي هربت. هنا العائلة تاع ياسمين حوسوا عليها عند لافامي، عند صحاباتها، وين موالفة تروح، وين تقدر تروح، لكن والو ما بان عليها حتى اثر. فات شهر ما كان والو، ما كان حتى علاقة مع زوج بنتهم لانه قطع كلش ما بيناتهم. راحوا عملوا حتى هما بلاغ بالتغيب، ما اتهموه يعني بحتى حاجه، لانه قلت لكم قلت لكم بلي العائله هذه جونتي زياده عن اللزوم، يعني ما شكاو به، ما اتهموه، برك داروا بلاغ بالتغيب باللي راهي غايبه. والبوليس كي حققوا مع الوالدين ومع العائله وعرفوا بلي كانت من قبل تهرب من راجلها، قالوا بالك هاد الخطره تاني هربت، وشي هاد الهربه شويه زعما صحيحه. قعدوا هكذاك التحقيق راقد ولا ما ديماراج ميم با، يسناو فيها تولي ما ولاش. فاتوا 11 شهر، جا واحد النهار الاخ تاع عبد الرحمن كلاه قلبو، راح لابوليس قالهم ماشي برك مرت خويا اللي راهي غابره، مام ولدها الكبير ادهم ما كاشو حتى وراهم بحر. هنا البوليس دخلهم الشك، قال كيفاش هذا السيد ولده اللي هو عبد الرحمن ولده غايب مع يماه، ما حوش عليه، نقولوا المراه ما على بالوش بها، بصح ولده ثاني ما ديكلاراش. هنا دخلهم الشك، جابوه الاستجواب، سقساوه قالوا له انت ولدك غاب، علاش ما ديكلاريتش بلي راهو غايب حتى هو؟ قال ما حق عيط لي وقال لي راني مع ماما ما نخليهاش وحدها وراك تعرف ومنا. ايوا قلت له خلاص ريح مع يماك. الهضره هذه تاعو لا بوليس دخلت لهم من ودن خرجت من ودن الاخرى، يعني بداو يشكوا فيه بنسبه كبيره جدا. وهنايا وين بداو يخدموا صح في هذه القضيه، بداو يخدموا سيريوزمون. لما بداو يحققوا وراحوا حتى المنزل تاع عبد الرحمن شافوه، لقاو بلاعه قريبه من المنزل، يعني بلاعه تاع الصرف الصحي حاشاكم. جاتهم شغل غريبه، ولاو استفسروا من البلديه ولي هادو اللي يخدموا البلاعات ايتو، قالوا لهم ما درنا حتى اللي تخافوا في هذيك البلاصه وكاع ما توشيناهاش. جاو لعبد الرحمن سقساوه قالوا له شنو هاد الحفره اللي هنايا البلاعه هذه سكوا؟ قال لهم على بالي شوفوا مع الناس اللي يخدموا هاد الامورات انا علاه. فقولوا بلي كاينه حاجه باسكو راهو يكذب. بداو يحفروا هكا لعمق مليح، يحفروا حتى لقاو زوج من الجثث متحلله. هنا واجهوا عبد الرحمن، قالوا له شنو هذا الكارثه اللي راهي هنايا؟ اعترف وقال لهم وي مرتي وولدي وانا اللي قتلتهم. دوكا المراه لبنا على واه قتلها باسكو عنده شكوك ويتهمها والمخيلات ايتو، بصح ولدو على واه قتلو. تخيلوا ابنه هذا ادهم الكبير كي هو قتل يماه كان نايض، ما كان يحسب فيه راقد، ما كانش راقد نايض وشافو كيقتل يماه. كيف يقولوا باللي راهو ولده شافو كيقتل يماه؟ واش دار؟ زاد كمل عليه حتى هو قتلو ونحاهم في زوج من هاد الدنيا.
يا قاتل الروح وين تروح. المهم هنا لحقوا نهاية هذه القصة، ان شاء الله تكون عجبتكم، تكونوا استفدتوا منها وخديتوا منها العبرة. ما تنسوش ديروا جيم وابوني لاشين، ونتلاقاو مع قضية اخرى. سلام.